تفتكر إزاي جسد ميت من 3000 سنة يفضل محافظ على ملامحه كأنه مات امبارح؟ الفراعنة عملوا حاجة محدش قدر يقلدها لحد النهاردة، وهي التحنيط. من آلاف السنين والمصريين القدماء آمنوا إن الروح بترجع للجسد بعد الموت، علشان كده كانوا لازم يحافظوا على الجسد من التحلل. وهنا كانت بداية علم التحنيط. الكهنة كانوا بيبدأوا بإخراج الأعضاء الداخلية لأنهم عارفين إنها أول حاجة بتتعفن، بس الغريب إنهم كانوا بيحفظوا القلب جوه الجسم لأنه بالنسبة ليهم هو مركز المشاعر والذكريات. أما المخ فكانوا بيطلعوه من الأنف بأداة رفيعة جدا. متخيل الدقة؟ بعد كده بيحطوا الجسد في ملح النطرون لمدة 40 يوم علشان يمتص كل الرطوبة اللي موجودة في الجسم، وبعد كده بيغطوه بزيوت وعطور مخصوصة منها زيت الأرز وشمع العسل، وفي الآخر يلفوه بكتان ناعم وبيتكتب على اللفائف تعويذ تحميه لما يروح للعالم الآخر. الغريب بقى إن كل ده كان بيتعمل بدون أجهزة أو تكنولوجيا حديثة، وبرغم كده المومياوات لحد النهاردة لسه محتفظة بملامحها وجلدها وكمان شعرها. ساعات العلماء بيقولوا إن التحنيط عند الفراعنة كان علم زائد عقيدة زائد سحر، بس السؤال اللي لسه محدش جاوب عليه: إزاي عرفوا كل ده من غير أي أدوات متقدمة؟